بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة من برنامجكم أطفالينو. النهاردة أنا عايز أكلمكم على موضوع الأطفال واللعب. يعني إيه؟ يعني مثلا لما نقعد في اجتماع الأسرة ونفكر يا جماعة إحنا عندنا كرنفال أو عندنا حفلة، إزاي هنلاعب الأطفال؟ إيه هي الأفكار الألعاب اللي هنلعبها للأطفال؟ أنا بتكلم على مرحلة الطفل اللي في حضانة وفي أولى وتانية وتالتة، الولاد اللي هم في السن ده. فأنا بحاول أشارك معاكم مجموعة من الخبرات اللي اتعلمناها من خلال الحفلات والكرنفالات اللي عملناها قبل كده. فحبيت إيه أشارك معاكم مجموعة من الموضوعات دي. أول حاجة لما تيجي تفكر إنك تلاعب طفل في حفلة أو كرنفال، لازم تركز قوي وتحط في بالك ان الطفل ده لازم يلعب طول الوقت المخصص للعب. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو حاطط مدة اللعب ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، لازما كل الاطفال اللي موجودين معاك لازما كلهم يلعبوا طول الفترة دي. كنا مثلا نيجي نعمل حفلة، الحفلة تتعمل وتخلص ونلاقي مثلا فلان من الاطفال او فلانة من الاطفال ما لعبتش خالص. يعني قعدنا نلعب الولاد التانيين كلهم وفي طفل اصلا ما لعبش، او في اطفال لعبت مرة واحدة بس. يعني لو حسبنا المدة اللي لعبتهم نلاقيها مثلا دقيقتين او 3 دقايق، 5 دقايق، وباقي الوقت كله بنلعب اطفال تانية. الكلام ده غلط. لازم نحط في بالنا قوي ان كل طفل، كل طفلة باسمه وباسمها لازم يفضلوا يلعبوا طول مدة اللعب. ازاي ده هيحصل؟ ده اللي هتكلم معاكم فيه. طيب حاجة تاني، لازما تحط في بالك وانت بتفكر انك تلعب الاطفال، لازما طول فترة اللعب انك دايما تشجع الطفل. اقول له انت شاطر، برافو عليك، انت جميل جدا. اشجعه انه دايما يقدر ينجز وينجح ويفوز في اللعب. لازما يطلع فايز من اللعب. اوعى تطلع طفل خسران. يعني ايه؟ كنا مثلا نيجي نلعب لعبة فيها تنافسية، يعني واحد، يعني اللعبة نتيجتها بيطلع واحد كسبان وواحد خسران. فالكسبان ده اكيد بيفرح، طب والخسران؟ لان بمجرد ان هو بيخسر بينفجر في العياط ويشلح يعني يضرب بايده ويسيبنا ويمشي ويتقمص. والحكاية دي لاحظناها في تقريبا في 90% من الأطفال اللي كانت بتخسر في الألعاب التنافسية. علشان كده ابعد دايما لما تفكر انك تلاعب الطفل، ابعد عن فكرة الألعاب التنافسية اللي فيها بيطلع واحد خسران وواحد فايز. لازم تلعبهم ألعاب يطلعوا منها الاتنين فايزين. اوعى تطلع طفل خسران في لعبة من اللي بتلعبها له، لأن ده بيؤدي إلى نتيجة عكسية جدا جدا جدا. طيب حاجة تانية، لازم نقسم مكان الألعاب إلى مجموعة ألعاب مختلفة. يعني إيه؟ أنا مثلا عندي أوضة أو عندي قاعة في الكنيسة، هي دي اللي هلاعب فيها الأولاد. كويس؟ أقول الجزء ده مثلا هيلعبوا فيه اللعبة الفلانية، والجزء ده هيلعبوا فيه اللعبة الفلانية، والجزء ده هحط فيه اللعبة الفلانية. كده أنا قسمت القاعة اللي عندي المخصصة للألعاب إلى مجموعة ألعاب مختلفة تتلعب كلها في وقت واحد. تمام؟ تمام. أول ما الأطفال يخشوا بقى القاعة ديت، هخلي الأطفال هما اللي يبصوا على الألعاب، وكل طفل يروح يلعب باللعبة اللي هو عايز يلعبها. يعني أنا مش هقول لفلان أنت تروح تلعب بالكور، أنت تروح تلعب بالبلالين، أنت تروح تلعب بالمرجحة، أنت مش عارف إيه. لأ، أنا قسمت القاعة اللي عندي. تمام؟
قسمتها العاب، حطيت هنا لعبة، وحطيت في الناحية التانية لعبة، وحطيت في الركن ده لعبة، وحطيت في الركن ده لعبة. اول ما بيخشوا الاطفال للقاعة اللي انا مخصصها للالعاب، كل طفل راح يلعب باللعبة اللي هو بيحبها. انا ما قررتش او ما فرضتش عليه اللعبة اللي هو يلعبها. تمام. تمام كده. تاني حاجة، طبعا انا لما اجيب العاب لازم أنا اجيب العاب الطفل هو اللي يلعب بيها مع نفسه، بنفسه يعني. يعني ايه الطفل يلعب بيها في نفسه؟ لان انا كخادم، لما انا اللي لاعب الاطفال كلها تكون مرتبطه بيا، انا اللي هلاعبهم. وانا طبعا لاني شخص واحد او شخصين او 3 خدام اللي هيلعبوهم، طبعا مش هقدر اوزع مجهودي على كل الاطفال في وقت واحد. عشان كده فكرنا ولقينا من الاصلح ان انا اجيب العاب الاطفال تلعب بيها مع نفسها، الطفل هو اللي يقعد يلعب بيها مع نفسه او مع صحابه، فبالتالي بيفضل بيلعب اطول فتره ممكنه. زي ايه مثلا؟ جبنا لهم مثلا الكور النفخ الكبيره، عارفين في كور كده بلاستيك كبيره، تمام، ليها يد كده تتمسك بيها. الاطفال لقيناها بتحبها جدا جدا. جبنا 3، وبعد كده جبنا 6، وبعد كده جبنا 9، وبعد كده جبنا لحد ما لقينا مجموعه كور كتيره جمعناها. فلقينا الاطفال بتحب قوي اللعبه ديت، يخش اللي تشوت اللي يشوتوا بيها، واللي يقعدوا عليها ويتنططوا، واللي يحدفوها للخدام وبعضهم وبعض. فلقينا ان دي فكرة حلوة قوي، ان دول بيلعبوا بيها مع نفسهم. حاجة تانية من ضمن الالعاب اللي الطفل ممكن يلعب بيها مع نفسه، المكعبات. المكعبات بجميع انواعها. بس لاحظنا ان احنا لما نشتري مكعبات، نشتري المكعبات اللي هي الحجم الكبير. اصل المكعبات نوعين، في حجم صغير وفي حجم كبير. بالنسبة لطفل حضانة وطفل ابتدائي، كويس، عشان ايديهم لسه صغيرة، فبيحبوا او الاصلح ليهم المكعبات اللي حجمها كبير، بتكون اسهل في اللعب. تمام. وحطينا كمان في قاعة الالعاب جزء مخصص لصور التلوين. الاطفال اللي هي ملهاش في العاب اللي بتبذل فيها مجهود، بتحب تقعد كده على جنب، ادينا لهم صورة يلونوها، تمام، واديناهم الوان. حطينا لهم ترابيزة كبيرة مدورة، وجبنا لهم 5 6 7 علب الوان من الحجم الكبير، وحطيناها في النص، وحطينا ورق صورة للتلوين. فالطفل بمجرد ما دخل قال لك انا بحب التلوين، هو اللي قاعد يلون مع نفسه. دي حاجة. حطينا جزء تاني، الصلصال، لعبة الصلصال. الاطفال بتحب قوي انها تمسك حاجات بايديها وتقعد تكعور كده بايديها، وتقعد تشتغل بصوابعها. بس خلي بالكم ان الصلصال اللي بيتباع في السوق ده لقيناه ناشف قوي على ايدين اولاد حضانة واولاد ابتدائي. عشان كده فكرنا ان احنا نطور الحكاية دي. عملنا لهم ايه؟ عارفين العجين اللي هو بيتعمل من الدقيق والمية، اللي هي عجينة القربانة، زي عجينة القربانة وعجينة العيش دي. فالمسات عندنا فكروا ان هم يجيبوا العجين ده، يعملوا عجينة كبيرة 2 كيلو دقيق يعملوهم عجين، ولما يخمروهم لقيناهم بتعملوا كمية كبيرة قوي، كويس، وحطينا لهم الوان، لقيناها اسهل قوي واطرى في ايدين الاطفال. فكونا صلصال من العجينة، يعني جبنا العجينة وحطينا لها الوان، فلقينا الاطفال بتستعملها بطريقة اسهل بكتير قوي من الصلصال اللي بيتباع في السوق. ولقينا كمان ان كميته اكبر، ان انت بتدي للطفل حتة اكبر ان هو يتعامل بيها ويطلع بيها اشكال. لقينا كمان انها ارخص في التمن. تمام. تمام. فابتدينا ندي للطفل في قاعة الالعاب جزء مخصص في القاعة، الولاد اللي عايزة تلعب بالصلصال حطيناهم على ترابيزة لوحدهم. ولقينا كمان العاب البازل، اللي هي الصور اللي بتتكون، الطفل بيكونها. وفي خدام فكروا كمان ان هم يعملوا مجسمات. يعني ايه مجسمات؟ يعني مثلا احنا بنشرح قصة نوح، فالخدام عملوا سفينة نوح كبيرة. السفينة دي مكونة من اجزاء، الاجزاء دي بتتفك وبتتركب. فايه المانع ان انا احط سفينة نوح دي كمثل يعني،
والطفل يركبها، يعني قعد خادم معاه وعلمه ازاي يجمعها وفكها وخليه يجمعها تاني. فلقينا ان دي فكرة حلوة قوي للاطفال اللي بتحب تشغل عقلها. الله. ففكرة لعبة البازل، وان احنا كمان نعمل لهم العاب بازل كمجسمات خاصة بالقصص اللي احنا بنشرحها لهم، زي سلم يعقوب، آه زي سفينة نوح مثلا. فلقينا دي فكرة حلوة بنلاعب فيها الأطفال وبنعلمهم. تاني حاجة لعبة البلالين، اللي هي العادية خالص، بنجيب بلالين وبننفخها وبنطيرها. الأطفال اللي بتحب تطيرها بإيديها، الأطفال اللي هي بتحب تربطها برجليها كده. فكده احنا قسمنا قاعة الألعاب ترابيزات، كل ترابيزة محطوط عليها لعبة شكل كويس، وفي مساحة واسعة اللي بيلعبوا بالكور. فالأطفال لما دخلوا كل واحد اختار اللعبة اللي بيلعب فيها. فكده الخادم أو الخادمة اللي واقفة آه بتهتم بس بالأطفال اللي هي مش عارفة تلعب نفسها. لكن الأطفال، معظم الأطفال بيحب يلعب نفسه أو بيحب يلعب بالحاجات. تخيلوا كده المنظر، مفيش طفل ما كانش بيلعب، مفيش طفل بمعنى الكلمة ما كانش بيلعب. وقللنا من مجهود الخدام في اللعب. تمام. تمام. طيب، واحد دلوقتي يجي يقول لي المشكلة المالية ازاي نتغلب عليها؟ يعني ايه المشكلة المالية؟ يعني انت دلوقتي بتقول لي نجيب كور نفخ، ونجيب مكعبات، نجيب صلصال، نجيب العاب بازل، نجيب بلالين، ونعمل مجسمات. فين فلوس كل ده؟ انا عايز بس اشارك معاكم خبرات الخدام عملوا ايه. الخدام فكروا ان احنا عندنا 12 حفلة خلال السنة، او كرنفال. 12 حفلة او 12 كرنفال خلال السنة. انا كل حفلة او كل كرنفال هجيب مجموعة العاب، الحفلة اللي بعديها ازود، الحفلة اللي بعديها ازود، الحفلة اللي بعديها ازود. هاجي اخر السنة هلاقي عندي كمية العاب مناسبة جدا وكبيرة جدا. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ يبقى كده انا قسمت المشكلة المالية على 12 شهر خلال السنة. تخيلوا السنة اللي بعديها بقى، او السنة اللي بعديها كمان، تخيلوا كمية الالعاب اللي هتبقى عندكم في الخدمة وهتبقى خاصة بيكوا انتوا كأسرة. طيب، الالعاب الولاد وهي بتلعب، خدام بقى عندنا فكروا في حاجة كويسة قوي، ان الخدام وهي بتلعب لازم اشغل ترانيم حركية للاطفال. الاطفال بتحب تسمعها على سماعات صب. دي بتعمل جو فرح طول فترة اللعب. يعني ايه؟ يعني الطفل وهو بيلعب وانا مشغل ترانيم حركية، الترانيم اللي فيها موسيقى، الترانيم اللي الولاد بتحب تسمعها. طول ما الطفل بيلعب ودانه دي بتسمع الترانيم الموسيقى بتحركه. ياه، بتشيع جو من الفرح جميل جدا خلال فترة اللعب. وفي نفس الوقت بتفكره وبتحفظه الترانيم وهو قاعد يلعب. شفتوا الفكرة عاملة ازاي؟ وبكده الخدام قدروا يربطوا الترانيم بالفرح واللعب في ذهن الطفل. يعني انت كده ربطت ايه؟ ربطت الترنيمة الحلوة بالموسيقى الحلوة باللعب الحلو، ب... بالعلاقة بينه وبين الخدام، كلهم ربطتهم في رابطة واحدة. تخيل كده ايه التعليم اللي انت قدرت توصله للطفل، والعلاقة الحلوة اللي خلتها بينك وبين الطفل وبين المكان. طيب، حاجة تانية، لازم نخلي شخص مسؤول عن مكان الألعاب. يعني أنا دلوقتي أوضة الألعاب أو القاعة المخصصة للألعاب بخلي شخص هو المسؤول إن هو بيحضر الألعاب ديت، مش ما بيحضرها، يعني مسؤول عن تنظيمها، بحيث إن الأطفال لما تخش تلاقي كل حاجة موجودة في مكانها. شخص واحد بس مسؤول. لكن خلي بالنا، لازم خدام كل فصل هم المسؤولين عن لعب أولادهم داخل مكان اللعب. يعني أنا ما أخشش بفصلي قاعة اللعب أو المكان المخصص باللعب واعتمد إن الشخص المسؤول عن أوضة اللعب ده هو اللي يلاعب ولادي في الفصل. لا، لقينا بقى إن إيه، إن الخدام لما بتخش بتقعد وتريح وتعتمد على الشخص اللي موجود جوه ده. لا يا جماعة، أول ما تخشوا قاعة اللعب انتوا اللي مسؤولين انكم تلعبوا اولادكم. فاولادكم لو لعبوا يبقى دي انتوا اللي عملتوا لعبتهم. لو ولادكم ما لعبوش
او ما فرحوش في الاوضه ديت، يبقى هي دي مسؤوليتكم انتوا. ما تحطوش العبء على شخص تاني غيركم. فابتدينا نخلي خدام الفصل هما اللي يلعبوا الولاد مش شخص تاني. واخدين بالكم من الحته دي؟ تمام. طيب، في حاجه تانية لازم أنا اقولها لكم. الخادم الشاطر الخادم الشاطر والخادمه الشاطره هما اللي خلال فتره اللعب دول بحل مشاكل الاطفال النفسيه. زي ايه؟ الطفل مثلا اللي مش بيحب يجي الكنيسه، انا لما اركز عليه قوي، ما الاطفال طبعا فصلي كلهم بيلعبوا، بس في طفل مش بيحب يجي الكنيسه، انا جبته في اليوم ده، فهركز معاه قوي ان انا افرحه والعبه واخليه فرحان خالص. فالطفل في فتره اللعبه دي انا حببته قوي في الكنيسه، وحببته قوي فيا، وحببته قوي في المكان اللي موجود فيه. تخيلوا كده ان انا حليت فيه المشكله ديت خلال فتره اللعب. حاجه تانية، الطفل اللي لسه بيحس ان المس والاستاذ بتاعه غريب عنه. في اطفال لسه بتحس انها غريبة عن المس والاستاذ بتاعها، لكن خلال فترة اللعب انا بخلي بالي ان انا اقرب من الاطفال ديت. فلما اقرب من الاطفال ديت انا بهدم الحواجز اللي بيني وبينهم. كل ده بيحصل خلال فترة اللعب. تاني حاجة، بحل مشكلة الاطفال الانطوائيين. يعني لما لعب كل الاطفال وكل طفل الاقيه راح لعب اللعبة بتاعته، لاحظنا ان في طفل او طفلين في كل فصل قاعدين كده مع نفسهم، مش قادرين يتأقلموا، مش قادرين يروحوا يختاروا لعبة هم عايزينها. الأطفال دي هي اللي جواها مشكلة الانطوائية. فأنا كخادم شاطر وكخادمة شاطرة بلاحظ أول الطفل ده، وهو ده الطفل اللي أروح أتعامل معاه. أبتدي أقرب منه، أبتدي أدمجه مع أصحابه. أشوف طفل مثلا هادي كده زيه وحاول يلعبوا مع بعض. لو ما لقيتش طفل يقدر يلعب معاه، انا احاول العب معاه واجيب خادم تاني او خادمة ونلعب مع بعضينا. فالطفل يبتدي يشارك معانا، فيبتدي يخرج من مشكلة انطوائيته ده ويبقى شخص اجتماعي. طبعا دي مرة مع مرة مع مرة هحل مشكلة الانطوائية اللي فيه. طيب، حاجة تانية، ببرز مواهب الأطفال وبشتغل عليها كخادم، كوسيلة تخلي بيها الطفل يحبك ويرتبط بيك. يعني ايه؟ فقرة الألعاب دي أنا جبت له مثلا صور للتلوين، ورقة فاضية يرسم فيها، خليته يلعب بالعجين والصلصال، خليته يلعب بالبازل ويكون أشكال. لقيت إن في أطفال فيهم الموهبة ديت، مش مجرد بس شخص بيرسم أو شخص بيلون، لا، ده في أطفال بيطلعوا أعمال كويسة. أنا كخادم شاطر كويس ابتديت ألاحظ فيه الحتة ديت، فابتديت أشتغل عليها بقى. تعال، أنت بتحب التلوين؟ لا، أنا هشتغل معاك في الافتقاد كمان في تلوين، وهبتدي اقول لك ان انت شاطر قوي في الحكايه دي. كونت اشكال بالصلصال العجين، طب هخليك تكون اشكال اكثر تعقيدا، هخليك تعمل اشكال تانية غريبه، اشكال كبيره. ابرز فيه الموهبه دي وانميها فيه. ده بيخلي الطفل ياخد ثقه كبيره قوي في نفسه، كمان يحبني قوي كخادم ويرتبط بيا. واخدين بالكم من الحته دي؟ طيب، نقطه تانية بتقول ايه؟ ان انا في فتره اللعب بفرغ طاقه الطفل، وخاصة الأطفال المتميزين بفرط الحركة. في أطفال كده طول ما هم قاعدين في مدارس أحد بلاقيهم بيتحركوا بيتحركوا بيتحركوا. ففقرة اللعب دي بفرغ الطاقة بتاعتهم ديت، بس بفرغها في حاجة إيجابية، بدل ما كل شوية أشخط فيهم وأقول لهم اقعدوا مكانكم، ربعوا إيديكم، احفظوا الترنيمة، مش عارف إيه. لأ، ده أنا دخلتهم قاعة ألعاب، خليتهم يفرغوا كل الطاقة بتاعتهم في الألعاب كويس، وفي نفس الوقت في حاجة إيجابية. واخدين بالكم الحتة دي؟ تاني حاجة، الولاد وهي بتلعب أنا كخادم بلاحظ بقى المشاكل السلوكية في الأطفال. يعني إيه؟ لقيت طفل مثلا طفل أناني بيحب ياخد اللعبة مع نفسه، طفل بيضرب زمايله، طفل لقيته بيسرق الألعاب ويحطها مثلا في جيبه. أه لاحظت مشاكل سلوكية في سلوكيات الأطفال.
انا بقى بشوف المشكلة دي واحطها في بالي واناقشها مع مجموعة الخدام في اجتماع الأسرة، واحولها اعملها سكتشات بقى. سكتشات في المرة الجاية والمرات اللي بعديها، هي دي السكتشات اللي بحل فيها المشكلات اللي انا شفتها ديت. يعني فقرة اللعب ادتني فرصة ان انا اشوف مشاكل واعالجها. اعالجها فين؟ في السكتشات اللي بعملها في مدارس الاحد. شفتوا كده؟ مجرد فقرة اللعب ما بقتش مجرد فقرة لعب. تمام. تمام. ربنا يبارك حياتكم. انا حبيت بس اشارك معاكم الخبرات اللي احنا اتعلمناها من الكرنفالات والحفلات اللي عملناها. طبعا انا عارف ان انتوا تعرفوا حاجات اكتر بكتير من اللي انا قلتها لكم. يا رب نتشارك الخبرات دي مع بعض عشان خاطر ولاد ربنا. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية. ربنا يبارك حياتكم. سلام.